تعالى اقول لك بالعصايه السحريه حاجه صغيره جدا هتفرق معاكي كتير قوي. انا امل ندى، اخصائيه تربيه خاصه، وهساعدك عشان تبقي عرفتي تربي. العصايه السحريه بتقولك في 40 دقيقه قبل النوم هتفرق في حياتك جدا. ازاي يعني؟ ابنك وهو بينام بعد ما خلاص بيغفل في النوم 40 دقيقه اللي بعد التغفيله دي على طول اللي هي اثناء النوم بتبقى دماغه في اللاوعي لسه شغاله. هتستغليها ازاي؟ تقدري تقولي فيها كل حاجه حلوه، كل حاجه حلوه. اوعي 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 تقولي حاجه سلبيه. اشمعنى؟ عشان السلبي اللي انت هتقوليه هيفضل في اللاوعي طول الليل، اللي هو 8 ساعات 9 ساعات 10 ساعات على وقت ما هو هينام، هيبقى فاكر السلبي ده وهيحلم بيه. عشان كده بنستغله في الحاجات الحلوه بس. ممكن تقولي له قد ايه انت بتحبيه، قد ايه النهارده كان كويس، قد ايه انت عايزاه يكتسب الصفه الحلوه دي، قد ايه هو شجاع. لو هو ضعيف الشخصيه خليه يكون شجاع عشان هو نايم يحلم ان هو كان بطل وكان سبايدر مان وسوبرمان وهزم من الاشرار، وقد ايه هو كان شجاع، ففعلا الصفه دي تكون فيه. عشان كده بيقولوا لك الحاجه اللي انت بتحفظيها او لما تيجي تذاكري، ذاكري بالليل قبل ما تنامي، سمعي الجزء ده عشان طول الليل تفتكريه، هتصحي تفتكريه. طب لو انت زعلانه منه ممكن تقولي له انت النهارده عملت الحاجه الفلانيه بس انا متاكده، انت خلاص قلتي حاجه وحشه بس انا متاكده ان انت هتعمل حاجه حلوه دي المره الجايه، انا واثقه فيك حبيب قلب ماما، انا بحبك قوي. يصحى من النوم هتلاقيه بيطلب منك حضن، بيطلب منك بوسه. لو انت نايمه زعلانه منه هيصحى يعتذر عشان طول الليل انت غذيتي دماغه بالحاجات الايجابيه وانت بتحبيه وانت عايزاه شخص خارق. يعني مش خارق بقى اللي هو خلاص هيهد الدنيا، لا، انت عايزاه شخص كويس. طول الليل هيبدا يفتكر ان هو شخص كويس، فثقته بالنفس هتزيد. الصفات الحلوه اللي انت نفسك خليه يكتسبها هتكون فيه بالفعل، عشان خلاص انت طول الليل دماغه بتتغذى في اللاوعي ان هو شخص كويس وبيعمل السلوكيات الحلوه اللي انت بتقولي عليها. معاكي مفتاح، استغلي اول 40 دقيقه في النوم وخليكي ذكيه بالعصايه السحريه.